اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. انا ليه بحس براحة نفسية كبيرة قوي لما باجي اصلي والعكس من كده؟ يعني مش هنطول عليكم، هنقول كده الموضوع ليه تفسير علمي. هنشوف كده انا ليه بحس بكده علشان احاول اتجنب الحاجة دي. انا لما باجي مثلا بيبقى عليا واجب لازم اعمله او في حاجه مفروضه عليا وانا بدات اني اجلها او ما اعملهاش، ببدا احس بقلق وتوتر. طب ليه الموضوع ده بيحصل؟ لان لما بيكون عليا حاجه هأديها وما أديتهاش، بيبدأ المخ يفرز هرمون الأدرينالين. هرمون الأدرينالين ده بيعمل إيه بقى؟ بيعمل لي قلق وتوتر وخوف، وبحس إن أنا في حاجة مش مظبوطة، في حاجة قلقانة متوترة وخايفة. طب بيبدأ كمان يعمل ايه؟ بياخد كمية من الدم اللي رايحة لبعض اجزاء المخ او لبعض الاجزاء الاعضاء الداخلية ويسحبها ويروح يضخها في العضلات. الموضوع ده بقى بيبوظ لي برضو الدنيا. فاحس الاحساس اللي هو انا مش مرتاحة، انا مش مستقرة، انا مش مبسوطة. انا بقى بالنسبة الموضوع هكذا بالنسبة للصلاة. الصلاة دي شيء مفروض عليا، دي كده واجب اساسي لازم ان انا اديه، ده فرض عليا. انا اديته بحس بان انا مرتاحه، لان انا الجسم مش بيفرز بقى الهرمون اللي هو عامل لي القلق والتوتر ده، خلاص انا بعدت عنه. كمان في حاجه مهمه جدا، يعني في طبعا هو الصلاه كله فوائد، انا ان شاء الله يعني هنتكلم عن الصلاة والفوائد بتاعته من الناحية النفسية والجسدية، لأن الموضوع ده برضو ما ينفعش يعدي كده، يعني اللي هو مرور الكرام. بس احنا دلوقتي هنركز على النقطة دي بس، أو هنركز على السؤال ده، لأن السؤال ده حير ناس كتير. بيبعتوا لي ايه؟ طب ليه؟ طب اشمعنى أنا ما بحس إن أنا قلقان؟ أو طبعا أنا بجاوب من الناحية النفسية، بجاوب من الناحية العلمية، مش بجاوب من الناحية الدينية. التفسير الديني أنا طبعا أنا مش أهل علم إن أنا أتكلم فيه. فالقلق والتوتر ده بقى احنا نبعد عنه ازاي؟ بان احنا نأدي الحاجة اللي علينا، نأدي الفرض اللي علينا. كمان بقى في خطوتين مهمين جدا. موضوع الركوع والسجود دوت بيساعد ان الدم بتاعي يجري يوصل لإيه، بيضخ كده او بيعمل مضخة كده للدم في المخ. فايه اللي بيحصل؟ بيعوض بقى الجزء اللي حصل فيه نقص كده، وفرز لي هرمون الادرينالين. لا، هرمون الادرينالين ده بقى بيبدأ يقل يقل، والدم بيتضخ مكانه، فالموضوع بيستقر وبيهدى، فبحس ان انا مرتاحة. عشان كده بنقول يا جماعة الصلاة عماد الدين، وهي اساس كل حاجة في حياتنا، هي الحاجة اللي هتخلينا يعني مبسوطين، ودي الخطوة الاولى علشان الخطوات اللي جاية بعد كده. فياريت كلنا نلتزم بصلاتنا، علشان يعني هو ده، يعني الصلاة والدعاء والإذكار والتسابيح وكل الحاجات دي، هي أنا شايفاها اللي هو بقى إيه، حبل المودة بينا وبين ربنا، اللي هو دي الصلة اللي بينا وبين ربنا، الطريقة اللي بنكلم بيها ربنا. ربنا يحفظنا جميعا.